الحله على النار، هنحط 4 معالق زيت كبار. وهحط معلقتين كبار من السمنه. واسيب السمنه تسيح معايا. في الوقت ده انا غاسله الرز ومصفياه. دلوقتي اضيف كده الشعريه بتاعتي. وهفضل احمر فيها لحد ما يبقى لونها ذهبي، بس ايديا فيها على طول علشان خاطر ما تبقاش لون ولون. يعني الشعريه ناخد بالنا منها قوي، ان احنا لازم ايدينا تبقى فيها على طول بنقلبها. انا مش هدوس عليها لان لسه هشوحها مع الرز. هنزل بكوبايتين من الرز. نزلت بكوبايتين من الرز. انا هكتب لكم المقادير بتاع الرز وبتاع الشوربه وبتاع الشعريه في صندوق الوصف. هنشوح الرز معايا كويس جدا. كل ما بتشوحوا الرز مع الشعريه كويس جدا كل ما بيبقى الرز بتاعنا مفلفل اكتر. شايفين شكل الرز مع الشعريه شكلهم جميل جدا ازاي. الشعريه ما اتحرقتش مني. هو ده اللون اللي انا عايزاه في الشعريه. هنفضل كده نقلبه بقى ونشوحه لحد ما ما لون الرزايه نفسها تلمع معايا والرز بتاعي يسخن كويس. بجد يا جماعه الطريقه دي فعلا هتعجبكم جدا. ان شاء الله هتعتمدوها والرز بتاعكم مش هيعجن منكم تاني. كده شكل الرزايه بدأت تلمع معايا. طيب احنا دلوقتي هنحط الشوربه بتاعتي. هنحط 4 كوبايات شوربه. طبعا زي ما انتوا حابين، لو حابين تحطوا ال4 كوبايات شوربه حطوها، لو حابين تحطوا كوبايتين شوربه وكوبايتين ميه ودوق الحياء بتاع الملح. خلاص الشوربه بتاعتي وهدوق الحياء بتاع الشوربه بتاعتي. لو محتاجه ملح بزود لها. طيب انا بخلي النار زي ما هي عاليه كده. اول ما يبتدي الرز بتاعي يتشرب على نار متوسطه، اول ما الرز بتاعي يبتدي يتشرب بوطي النار خالص خالص، وبعد كده بسيبه هو يكمل سواه، وبعد كده اوريكم شكل الرز. ده كده شكل الرز بتاعنا بعد ما غرفناه. شايفين شكله جميل جدا ازاي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناه. اشوفكم على خير.